الرحيم. فيديو جديد نادي الزمالك، اخبار نادي الزمالك. طبعا مباراة مهمة جدا مع فيوتشر يوم الاحد القادم، خلاص فاضل 48 ساعة. خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مباراة فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية. الزمالك جاهز للمباراة، خلاص كل اللعيبة بقت جاهزة دلوقتي. زيزو خلاص دخل التدريبات، زيزو شارك في التدريبات الجماعية، زيزو بيضغط عشان يلعب المباراة خصوصا بعد شفائه من الإصابة. ولكن ده حط جوميز فوارتا. جوميز فوارتا المدير الفني لنادي الزمالك، هل يشارك زيزو ولا يسيبه يستريح شوية، يخاف ان الإصابة ترجع له تاني فما يلحقش المباراة تاني، هل يخليه المباراة التانية؟ ده اللي بيفكر فيه خلال 48 ساعة الجهاز المعاون جوميز ومساعديه. هل يا ترى هيشارك زيزو ولا مش هيشارك زيزو؟ هو المتوقع وبنسبة كبيرة جدا ان هو ممكن يخلي زيزو ضمن القائمة اللي موجودة في المعسكر، يعني عشان يدخله حبة حبة. ممكن يخليه احتياطي، يشارك في 10 دقائق، يشارك في ربع ساعة، لكن هو يلعب اساسي دي حتى الان لم يستقر جوميز على هذا الاستقرار، لانه هيغامر. هتبقى مغامرة منه ان هو لو شارك اللاعب لسه راجع من اصابة، لسه بيشارك في التدريبات الجماعية، لسه ما دخلش عملية الالتحام جامد جدا. فهتبقى مغامرة من جوميز لو شارك بزيزو، او هو عشان كده هو حاسس ان هو في ورطه، هل يشاركوا هل ما يشاركوش. لكن التشكيل متوقع خلاص، هو استقر خلاص على محمد عواد هيبقى حارس مرمى. طبعا معروف ان محمد صبحي كان المباراه اللي فاتت اللي هي الزمالك خسر فيها 3-2 من الجونه، خلاص محمد عواد جاهز للمباراه. حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، خلاص احمد فتوح، عمر جابر في ناحيه اليمين. في الوسط بقى خلاص هو مستقر على دونجا، لكن هل هيبدا بقى بمحمد شحاته ولا احمد حمدي؟ هنشوف. هو المتوقع ان هو يبدا باحمد حمدي، عشان احمد حمدي شارك في المباراه اللي فاتت. طبعا مصطفى شلبي لا خلاف عليه. سامسون اكينولا يمكن تالق في المباراه، اعتقد ان هو ممكن يخليه لاعب اساسي كراس حربه. هيلعب بقى يوسف اوباما او شيكابالا، واحد فيهم هيلعب بيهم، لكن هو بنسبه 90% استقر على التشكيل النهائي للفريق. موضوع تاني عايز اتكلم فيه، موضوع اياد العسقلاني. عرفتوا بقى ان احنا لما كنا حذرنا وقلنا قبل كده يا جماعه ما نكشفش اسرار الزمالك، ما نطلعش في اليوتيوبر واعضاء مجلس اداره ويتكلموا على لعيبه. اول ما بتتكلم على لعيب الاهلي بيجري على طول عليه. اياد العسقلاني خلاص الاهلي تقريبا الاهلي خلص معاه، اتكلم معاه، هيكون ضمن الانتقالات الصيفيه. بعد ما اتقال ان الزمالك بيفاوض اللاعب وان الزمالك عايز اللاعب والزمالك محتاج اللاعب، فخلاص هو طبعا نادي رسوف الروسي هيتكلم مع النادي الاهلي، هيتكلم معاه يخلص اللاعب. ومعروف لما الاهلي بيخش في صفقه خلاص هيخلصها. يعني لو دخل هو الزمالك خلاص انتهى بقى العصر اللي فات، عصر مرتضى منصور ما كان بيخش في صفقه مع الاهلي وكان بياخد اي صفقه. دلوقتي اي صفقه بيخش فيها النادي الاهلي بيخلصها فورا. راجل امكانيات ماديه موجوده، دولارات موجوده، كل حاجه موجوده. فخلاص اياد العسقلاني شكرا كده هيروح نادي الاهلي ومش هيروح نادي الزمالك بسبب الاخوه اللي هم بيقولوا سبق صحفي. يلا خشوا اعملوا اعملوا لايك، احنا اللي بنقول احنا اللي بنعيد. هم بيكشفوا اسرار الزمالك وللاسف الشديد ده بيجي ضد مصلحه نادي الزمالك. جمهور الزمالك جمهور عظيم، 15,000 متفرج في مباراه فيوتشر القادمه. خلاص حجزوا التذاكر نفذت، وهيبقى 15,000 واحد موجودين بيشجعوا نادي الزمالك يوم الأحد القادم في استاد السلام. نتمنى التوفيق للزمالك وإن شاء الله يفوز في مباراة الذهاب ومباراة العودة ويتأهل للدور قبل النهائي، وبالتوفيق. شكرا.